فات على أول عرض ليه 25 سنة، وفؤاد المهندس كان هيبقى من ضمن المشاركين فيه. محمد سعد قرر إنه يعلي أجره فجأة وطير محمد لطفي ومحمد شرف من بطولة الفيلم، وأحمد حلمي كان بياخد فلوس أكتر منه وقتها. واللي حصل مع علاء ولي الدين في الفيلم محدش يتوقعه أبدا. أسرار كتيرة قوي عن فيلم الناظر محدش يتوقعها بس حصلت. يا ترى إيه هي كواليس فيلم الناظر اللي حصلت من 25 سنة؟ وهل فعلا علاء ولي الدين حياته اتغيرت ماديا بسبب الفيلم ده؟ وليه المنتج رمى ليه العقد بتاعه؟ وايه حكاية أحمد حلمي واللي كان أعلى أجر من محمد سعد؟ كل ده وأكتر وتفاصيل كتير هتعرفوها معايا في الفيديو ده، بس كملوا للآخر وهتلاقوا مفاجآت محدش يتوقعها أبدا. ناس كتير ما يجيش في دماغها إن العمر عدى بالشكل ده، ومش عدى وبس، لأ، ده الفيلم الأيقونة اللي كلنا بنتفرج عليه كل لما يقع قدامنا يبقى عدى عليه 25 سنة بحالهم. فيلم الناظر معلم مع أجيال كتير مش بينسوه، بس الكواليس بتاعته رغم الحب ده ناس كتير ما تعرفهاش. تعالوا بقى أنا هعرفها لكم في الفيديو ده. علاء ولي الدين الفيلم ده ما كانش أول بطولة ليه زي ما ناس كتير فاكرة، لا، كان في قبله عبود على الحدود واللي كسر الدنيا لما نزل السينمات وحقق إيرادات بالنسبة لعلاء وجيله، ووقتها كانت كبيرة جدا. بعدها اتعامل مع نفس المنتج واللي كان مجدي الهواري في فيلم الناظر، وطبعا علاء ولي الدين حياته اتغيرت تماما. هو والمنتج اتخلصوا من العقد اللي كان ممضي في وقت فيلم عبود على الحدود علشان ما كانش ينفع ياخد نفس الأجر طبعا بعد النجاح اللي حققه. والفيلم ده فعلا غير حياة علاء وبقى نجم أول ما بين جيله وبشباك الإيرادات. أحمد حلمي بقى كان اختيار المنتج والمخرج من أول لحظة، وأجره كمان كان متحدد واللي كان ما بين 20 و 25 ألف. المفاجأة بقى إنه كان أعلى من محمد سعد. أيوة، وقتها أحمد حلمي كان معروف عنه والطلب على طول، عكس محمد سعد واللي اتعمل له تيست كاميرا وما كانش هو كمان المرشح الأول للدور ده، كان قبله محمد لطفي ومحمد شرف. بس لما عمل التيست قالوا إن هو ده اللي هم عايزينه. الغريبة بقى إن بعد محمد سعد ما اتقبل في الدور كان أجره 10,000 جنيه، وطلب إنه يبقى 15 علشان يكون أول ظهور لشخصية الليمبي في السينما. قدر يستغلها بعد كده في أفلام كتير وبرضه تنجح وتحقق إيرادات ما حصلتش. من كواليس الفيلم واللي قليلين قوي يعرفوها هي إن فؤاد المهندس كان هيشارك في الناظر، وده كضيف شرف يعني. هو كان موافق ومرحب جدا بالفكرة، وكان مغرم بفريق العمل، وكان بيتكلم عليهم في البرنامج إنه جيل دمه خفيف، بس صحته تعبت فجأة واعتذر وما قدرش إنه يشارك، ودي حاجة زعلت كل فريق الفيلم، خاصة يعني إنهم كلهم قريبين منه. واتعمل الفيلم اللي كسر الدنيا وبقى من أيقونات الألفية الجديدة. انتم بقى اتفرجتوا على الفيلم ده كم مرة؟ وهي أكتر حاجة معلقة معاكوا فيه؟